أهلا وسهلا أنسين. أنا إلينا بن حسين. أنا ليال رواس. رجعنا لكم في حلقة ثانية من برنامج أنتيكا. أنتيكا بيعرف لكم عن كل أزياء المملكة الثقافية، نرجع روحها ونحييها من أول وجديد لجيل اليوم. وحلقة اليوم جبنا زي من أزياء المنطقة الشرقية. معروفة منطقة الشرقية بأنها مركز الطاقة الرئيسي للمملكة، فهي موطن لاثنين من أكبر حقول النفط البرية والبحرية، حتى تعرف بأنها أرض الخير. فتعتبر مصدر طبيعي مهم للغذاء، بحيث تقع بها أكبر واحة طبيعية في العالم وهي واحة الأحساء، والتي تنتج أجود أنواع النخيل في العالم. وغير كبرها وجودتها العالية، تعتبر واحة الأحساء لديها قيمة عالية تاريخيا، فموقعها يحتوي على حصون أثرية ومباني إسلامية. وعلى سيرة القيمة التاريخية، تميزت الشرقية بمعالمها ومتاحفها الثقافية وكمان التاريخية، زي مركز إثراء اللي يعتبر واحد من أجمل التصاميم الهندسية المعمارية حول العالم. فهي خاصة بإظهار التاريخ الطبيعي للمنطقة، وكما تضم معرض للطاقة اللي من خلاله بيوضح ويشرح كيف يتكرر النفط وإنتاج الطاقة وصناعتها. ويتمتع المركز بالكثير من الفعاليات، منها متاحف ومسارح وكمان ورش عمل، والمكتبة اللي تجمع الكبير والصغير. طيب قد زرتيها؟ لا، بس مرة نفسي الصراحة. غير إن الشرقية مهمة تاريخيا للمملكة، فهي أيضا مهمة خارجها. كانت الشرقية تلعب دور هام قديما في الاتصالات البشرية من الجزيرة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى مناطق وسط آسيا. فهي تعتبر معبر أو بوابة ومركز للتواصل والتجارة والثقافة بينهم، حتى تتميز بجمع الثقافات. قبل ما ندخل في تفاصيل أكثر، خليني أضيفك على حلاهم. عندنا هنا حلا البلاليط، كانوا ياكلوه بالفطور مع بيض مقلي أحيانا وسادة في رمضان، فيلا ندوق. يلا ندوق. يلا بسم الله. مريمي. 10 من 10. وكمان حلا الساقو برضو يعتبر حلا رمضاني لأهل القطيف والأحساء. يلا ندوقه. يلا ندوق كمان. شكرا، يعطيك العافية. تفضلي. شكرا. فيلو فستق. زي الجيلي. صح؟ والجميل في أهل الشرقية كيف إنها منطقة جمعت بين ثقافات كثيرة، حتى هن استوحت الشرقية من ثيابها وأكلها من بلدان الخليج زي الكويت والإمارات وقطر والبحرين، لكونها بين حدودها، وحتى تتماثل في اللهجات والعادات والتقاليد. وكمان سبب التبادل التجاري القديم يوضح تأثير الشرقية بالطابع الهندي في الأقمشة والمسميات وطرق الزخرفة. وكمان أزياء وعادات وتقاليد الشرقية تتشابه مع أزياء المنطقة الوسطى بشكل كبير بسبب الاتصال الجغرافي والسكاني بينهم. على سيرة العادات والتقاليد، في يوم الجلوة هو يوم الحنة للعروس، فهي تحط الحنة على أياديها ورجولها قبلها بيوم وتغطيها وما تفتحها إلا في مساء يوم الجلوة. ويومة الجلوة بينشدوا للعروس أناشيد خاصة، وحتى أم العروس توصي ببنتها إنه تحتفل بها ب7 جلوات و7 شيلان من ألوان مختلفة. طيب يلا نوريهم. يلا. لبس يوم الجلوة بيكون الشيلة، بتلبس العروس أول الدراعة واللي تعرفنا عليها من قبل، وهي التوب الماسك تحت التوب الخروج أو المناسبات، بأكمام طويلة أو قصيرة، وتحتها سروال المحجل اللي يطرز على إسورة الرجل اللي هي نهاية السروال. وبعدها بنيجي على التوب النشل واللي هو التوب الأساسي زي ما انتم شايفين. التوب يصنع من الحرير بألوان مختلفة. يوم الجلوة بيكون اللون الأخضر زي اللي عندنا، بس حتى بيكون بألوان يعني كثيرة زي الأحمر والبنفسجي، وأحلى شيء الفوشية، ويطرز بكثافة بالذهبي زي اللي عندنا وبالفضة بخيوط ايش يا ليال؟ خيوط الزري. صح. وجمال التطريز بيكون بنقوشها وزخارفها، أغلبها بيكون ورد وأوراق شجر كلها منفذة بدقة وجمال. والتطريز يكون راكز على منطقة البدن زي ما انتم شايفين، وكمان على الأكمام على امتداد خطوط خياطة الجناب، يركزوا فيها مرة بالتطريز زي ما انتم شايفين باللون الذهبي. وتكون أحيانا على أشكال الطاووس بسبب التأثير الهندي على المنطقة. وعندنا أحلى شيء اللي هي الحلي والمجوهرات، فتتميز بعدة أنواعها حسب مكان ارتدائها، حيث عندنا على الرأس والرقبة واليدين والوسط وحتى الساقين. وزينة الراس بيكون عندنا القبقب، ويشبه سرطان البحر، معروف على الخليج العربي، واللي مترزة بالتطريز الذهبي ويسموها ايش؟ المشمر. صح. وعندنا قلادة يسموها بالمرتعشة أو المرتهشة عشانها ترتعش وتعمل أصوات لما تتحرك، واحيانا طولها بيوصل لنص متر الى متر. كمان عندنا في اليدين اللي هي البناجر او البناقر، وبرضو الكف زي ما انتم شايفين. وكمان عندنا في الوسط زي ما انتم شايفين الحزام وفيها القروش مره كيوت. وكمان الرجل عليها الخلاخيل. والبرقع معروف في جميع مناطق المملكة، بس في الشرقية معروفين كمان بالبرقع أو بالبطولة اللي باللون الذهبي، بس البرقع الذهبي جاء لمنطقة الشرقية قبل 80 أو 90 سنة، فكان معروف في الإمارات والبحرين وقطر، وانتشر في الشرقية من ضمن الثقافات التجارية. والجمال في الملابس التقليدية للشرقية هي ذات جذور إسلامية عميقة واتصفت بالحشمة والوقار. أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم وتعرفتوا على أزي المنطقة الشرقية. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا في التعليقات أي منطقة
منطقة حابين تشوفوها في الحلقة الجاية؟ وتحفتنا في لبسنا. مع السلامة. مع السلامة.